السلام عليكم. أنا أول مرة غادي نهضر على ابتسام بنت الكولونيل، لأن أنا متبعاها وكتعجبني بزاف، ومتبعاها ومتبعة حتى السي المردادي. كنسمع، ولكن عمرني أنا عندي قناتي شحال، ولكن عمرني ما هدرت على هذا الموضوع. عكس أن لاله حياة والدة تامي بناني كنا تاهي متبعينها، وكنا بقينا غاديين معاها من نهار خرجت حتى هي للرأي العام، وحنا متبعين الأستاذة حياة حتى مسكينة توصلت الحقيقة. بعض المرات كنا نكذبوها مسكينة، وكنا هذا وكنا بعض المرات كانت كتجينا الكلام اللي كتخرج تتقولو في الصحافة كيجينا شوية بحال خيالي، ولكن ها هي توصلت الحقيقة وما تعتقلوا الجنات وهانتوما متبعين تشوفوا قضية تامي بناني. قضية العطور كتشبه شوية في التأخير، يعني 6 سنوات مازال ما بان والو. داكشي علاش كلشي كيتساءل واش هاد القضية بحال تاعت تامي وغادي المرحوم تامي مسكين غادي توصل حتى هي لواحد النتيجة. الروح راه عزيزة عند الله، وعمر الله سبحانه وتعالى ما كيتخلى على عبده. إلا كانت شي جريمة، وأنا تنزيد نأكد إلا كانت شي جريمة راه غادي تبان مع الوقت، ماشي ما غاديش تبان. قلتي يا بنتي ابتسام بأن الجالية المغربية متبعاك بصح، ما كذبتيش يا بنتي، متبعينك بزاف الجالية المغربية، وحنا من إحدى دول الخليج. أنا العائلة ديالي ولادي وحفايضي وبناتي ورجالهم وعيالات ولادي وكل شيء، حنا متبعين هاد القضية. واللي بغيت نزيدك، راه كاين بزاف من الجنسيات العربية، نقول عراقيين، يمنيين، سوريين، لبنانيين، كانوا تبعوا هاد القضية من الأول ديالك، وباقيين دابا كيسولوا. مثلا الى بحال دابا انا لابسه جلابه مع رات ولدي ولا شي حاجه لابسين جلالبنا ودخلنا لشي محل تجاري، وداك المحل تيكونوا فيه شي جاليه العربيه كيبيعوا، يعني تيسولونا، تيقول لك مثلا حي الله المغرب وهذا شو تيقول لك وين وصلت قضية هذا العسكري، تتقولي شكون، تيقول لك الكولونيل، هذه البنت اللي كانت طلعت وهذا. تنقول راه مازال القضية راه غادية. السيد القاضي المحترم دار تحقيق، وراه ما قالش انعدام الأدلة، قال عدم كفاية الأدلة. وإن شاء الله راه كاين درجات في التحقيق وداك الشيء، راه المطالبين بالحق المدني راهم متبعين الملف. المهم هادشي باش نقول لك، راه بنتي كاينين الجنسيات العربية، وبعض المجالس كنحضر ليهم المجالس هما العزومات اللي تيكونوا في العائلة، لأن العائلة ديالي أنا اللي عايشة فيها كلها خليجية، ولادي بناتي حفايضي لويساتي كلشي، رجالهم بناتهم زوجين، داكشي تنكونوا في شي مجلس كيتجبد الملف ديال الوالد ديالك الله يرحمه، وكنبقاو نهضروا ونحللوا وهذا. وكان عرفتي وقتها فاش يلاه بدات القضيه كانوا في الديوانيات اللي في دول الخليج، كتعرفوا بان كاين ديوانيات هو مجمع تاع الرجال، تيكون في شي كاع الفلال عندهم كاينه الديوانيه وكيتجمعوا، وكانوا كيحطوا التصويره ديال الحادثه ديال الوالد ديالك في لي زيكرون. انا ولادي وحمواتي اللي هما الويساتي تيعاودوا لي تيقول لي راه حطوها وكلشي بقى تيتذاكروا ما بيناتهم، تيكونوا يعني ناس مثقفه، ناس في الامن هذا، تيقولوا بان هذه راه ماشي حادثه. علاش هما سورتو شدوا في النظافه تاع الهدوم ديال الوالد ديالك، ديك النظافه، يعني حوايج نضاف لو واحد نزل بداك القوه باش مشى ديك الطوموبيل وطاح، غادي يترولا وسد داك الغيس وغادي يطيح بعيد الا كانت هذيك القوه هكاياك. ومنين باب نزل وفينا هما مفاتيح السياره ولا كان كاع هو من هاد الجهه طاح، شكون اللي كان معاه، عرفتي اسئله بزاف. وكنت انا كنحير في هاد المجالس، كنكون جالسه تنقول لهم تبارك الله عليكم راه كتعرفوا تحلوا هذا وهذا، وكنبقاو نهضروا وكيهضروا حتى على قضيه تامي بناني وقضايا اخرى عندهم.
عندهم تما. وكان كل شيء تيقول لي راه قضيه هاد الكولونيل، انا تنقول الكولونيل هما تيقول العقيد، القضيه تاعته راه كتشبه واحد القضيه دازت في الخليج تاعت واحد العسكري، هو منصب عالي ديالو، وكان حتى هو تقتل، وكان بحال هك، ولكن كان تحل المشكل بالخبره على المكالمات، ماشي التموقعات. عرفتي يا بنتي تعاودوا في هاد العرضه اللي كنت فيها، تتعاود واحد السيده يمكن راجلها من الامن والله اعلم، قال لها بان كانوا رجعوا بشهر تاع المكالمات وهما كيسمعوا حتى توصلوا للمجرم. تخيل بنتي المكالمه بشهر تقريبا ولا اكثر باش هددوا بان غيقتل هذا العقيد اللي هو كان معاه خدام معاه في المنصب ديالو، يعني كان في العمل في الشغل ديالو النيت، نقولوا زميل في العمل لانه ما كيتكلموا بحال هكا، زميل في العمل. وكانوا تهضروا داكشي، قالت له فلان، عطاو الاسم وداكشي وهذا، وتوصلوا للمجرم. كيبحثوا كيحققوا حتى وصلوا ليه، جابوه نكر، قال لهم واجهوه، تناقض عيا يتناقض فادا، في الاخر عطاوه ما عرفتش 4 مرات وما كيستدعيوه، في الاخر شدوه، وملي شدوه غير دخلوه ما عرفت 5 ايام 6 ايام ويقر ليهم. هذاك الشيء تا هما تيهضروا كل واحد اش كيعاودوا. تاني قضيه واحد الخادمه فيليبينيه، حتى هي، حيت دابا في دول الخليج اللي خصكم تعرفوا بان كتير بزاف تاع الجرائم القتل اللي كتحول حوادث سير بزاف. علاش؟ لان كيموتوا لهم الخدم في ديورهم، تيتقتلوا، شوف شنو الظروف فاش تقتلوا، والخدم راه فيهم الخدامات، فيهم السائق، فيهم الجارديني، فيهم بزاف كيتقتل. اش كيديروا؟ تيكون عندهم الوقت هادو اللي كيحولوا الجريمه الحادثه السير، كيف قال لي شي حد، راه تيكون عندهم الوقت باش يخدموها مزيان، باش يخبعوا الدلائل، فين غادي نحطوه، فين غادي نلوحوا الطوموبيل، فين هذا، فين كثير الجرائم في الخليج. دابا الامن عندهم المحققين، نقولوا المحققين ولاو عرفوا هاد القضيه صافي، ولاو الا كانت حادثه سير كيشوفوا الصغيره والكبيره. كتعاود هاد السيده في هاد العزومه في هاد المجلس، قالت لي كل شيء كيفليو داك الشيء، لان ولاو عايقين بان الجريمه كتوقع في شي بيت ولا في شي جاخور عندهم هما، هو بحال اللي قلتي فيرما ولا هذا، ولا تيجيو تيهزوا الضحيه وكيمشيو يركبوها في الطوموبيل وكيدفعوا الطوموبيل بالجد وكيلوحوها في الصحراء. هما عندهم غير الصحاري وداك الشيء هذا هو. انا الله اعلم بنتي واش نيت هاد الشيء وقع ولا ما وقعش، راه القضاء والتحقيق ديال الامن والاجتهاد اللي غيجتهدوا هو اللي غادي يبين الحقيقه. اما بنتي حنايا ما عنديش الحق نقول بان راه هاد القضيه هي جريمه، الله اعلم، ما نقدرش انايا نشهد بها، ولكن الناس كيحللوا. هادشي انا بغيت غير نعاود لك، راه بنتي راه ماشي تنسات القضيه د باباك، لا ما تنساتش، وكل شيء كيفرح بيك. ما عرفتش، انا حسيت ان في دول الخليج، انا تنهضر لك على تنجمعوا، كاين قطريات، كاين كويتيات، اماراتيات، كاين مغربيات، سعوديات، لانهما يتناسبوا بيناتهم بزاف، يعني كيتزاوجوا بيناتهم. ففي المجمع تتلقاي هذه جايه من قطر، هذه جايه من السعوديه، وكلهم كيعاودوا على الحوادث السير اللي كتوقع وكتحول جرائم، وكلهم انت عزيزه عليهم، كلهم هذه ابتسام حلوه ما شاء الله، كل شيء تيشكروك بنتي وهذا، وتيشكروك. عرفتي علاش كيشكروك؟ تيقول لك شوف كيفاش مشات ضربتها بنعسه، سمعت ان باها تقتل ومشات ضربتها بنعسه وقال دبر راسو. هذه هما تيقولك والله هذه مرضيه، يعني انت مرضيه.
يعني عجبتيهم. أنا اللي ذكرتهم قلت لهم راه عقلتو نهار قالت لو وقع هاد الشي لأمي الماما كنت غندير نفس الشيء. وهذا شيء يعني عجبهم. قالك هاد البنت راه مربية مزيان تربية حسنة، وداكشي علاش هما باقي متبعين وحنا متبعين معاك بنتي إن شاء الله تتوصلي للحقيقة. كان الوالد ديالك بنتي تقتل، الله سبحانه وتعالى راه هو غادي يظهر الحقيقة، راه الروح عزيزة عند الله. كان بنتي غير حادثة سير، راه هي غتبان تاني الحقيقة. هذا هو. وحنا متبعينك كيف تبعنا الأستاذة حياة، وباقي متبعين الأستاذة حياة حتى هي باقا مسكينة الملف في الاستئناف. هذاك الشيء علاش الحمد لله المغرب دولة قانون ودايرة درجات ديال التقاضي ودرجات حتى في التحقيق، والمطالبين بالحق المدني عندهم الحق. إلا ما عجبهمش هاد التحقيق والملف التحقيق تسد تعقبوا يطلعوا درجة ثاني ويعقبوا يبحثوا. داكشي ماشي صافي راه تسد الملف وراه صافي القضية ماذا، لا. راه سولت أنا قالوا لي 15 سنة في الخليج، راه عندهم حتى 20 عام بجرائم القتل، وتيبقاو الملفات يخرجوا ويديروا كيف ما عندك مثال. وحطي دائما ما بين عينيك الملف ديال تامي بناني. ملف تامي بناني راه تبعناه، راه تيتغلق وتعقب يتحل، يتغلق ويعقب يتحل. عرفتي حتى تنقولوا صافي مسكينه راه هذا راه ما كاينش، راه يمكن هذا راه، وتعقب يتحل. وديك الام صمدات تبارك الله عليها، الله يرزقها الصحة ولا يطول لها في العمر ولا يحفظ لها وليداتها اللي باقيين، ولدها وبنيتها اللي باقيين. أصرت وبغينا انتي تكوني يعني ماشي غير انتي، لحقاش راه اهم شيء في هذه القضيه راه كاينه انتي وكاينه والده هاد الضحيه اللي هو السي العطور. الوالده ديالو خصها تبان في الواجهه بزاف، الوالده ديالو خصها تبان، لان الملف كتعطاه كتر اهميه. داكشي علاش كلشي كيسأل فين هي الوالدة ديال الضحية، وفين الضحية المرحوم العطور. والله يسمعك بنتي خبار الخير، هذا هو اللي بغينا حنا. يعني إلا كانت جريمة راه هي جريمة، ما كانت جريمة راه ما هيش جريمة، ولكن تأكدي بأن حنا متبعينك وراه بزاف أبوني عندك. راه كاين ناس اللي أبوني عندك وراه ماشي حتى من المغرب، راه ماشي حتى مغاربة. ومتبعينك بنتي وراكي عزيزة علينا بزاف، والله يحفظ لك وليدك نور الدين، والله يشافي الوالدة جداتك، الله يشافيها والله يشافي كل مريض. وحنا متابعينك، والله يحفظ المغرب والله يحفظنا جميعا. والجالية المغربية راه متابعة كل ما كيوقع في المغرب الحبيب على قلوبنا.